بيسيرو مدرب كويس وعنده سي في محترم، بس زيه زي كل المدربين اكيد ليه نجاحات وليه اخفاقات، والمشكله مش في بيسيرو او جروس او جوميز، والمشكله في الزمالك نفسه. عشان انت كزملكاوي ما تفكرش المشكله هتتحل في رحيل جروس او ان الفريق اداؤه يتحسن، ده وهم وكلها مسكنات مجلس اداره نادي الزمالك بيديها لك كزملكاوي. من ساعه ما كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته مسكوا نادي الزمالك عدى على فرقه نادي الزمالك 5 مدربين، واللي منهم نجح واللي منهم فشل مع نادي الزمالك. وساريو معتمد جمال وجروس وجوميز ودلوقتي بيسيرو. تفتكر المشكله فين؟ المشكله في المدير الفني ولا المشكله في مجلس اداره ولا هو عارف يوفر للمدير الفني احتياجاته ولا هو عارف يسد مشاكل الفريق؟ تفتكر انت كزملكاوي المشكله فين؟ في 14 شهر 5 مدربين مسكوا الفرقه، وكل مدرب ليه متطلباته وليه طرق لعبه وليه طريقه تدريبه. تفتكر اللعيبه هتبقى تركز في الملعب ولا تركز مع المدير الفني اللي كل 3 أو 4 شهور يتغير، او مع مجلس الاداره اللي مش عارف يوفر لهم مستحقاتهم ولا عارف يجيب لعيبه تضيف للفريق؟ وانت كزملكاوي مستني ان اداء الفريق يتحسن. طب ازاي مجلس اداره ما فكرش ولا مره واحده ان هو يخلي مدير فني ويصبر عليه او يوفر له احتياجاته؟ هي نفس سياسه مرتضى منصور مجلس ادارته. بس عارف انا بحترم مجلس اداره مرتضى منصور عشان مجلس واضح، مش مجلس مستخبي جوه البدل والشعارات واللغه العربيه الفصحى. اتمنى من ربنا ان يكون خيار بيسيرو ده هو الخيار الاخير لانقاذ موسم نادي الزمالك، ويكون فعلا خيار مدروس بعنايه، مش قصه سبوبه او مصالح داخليه، وكلنا عارفين طبعا، مع اني اشك في كده. سلام.